النهارده فيديو مختلف خالص خالص خالص، فيديو ناري بمعنى الكلمة. هتقول لي ليه؟ هقول لك النهارده كان في مباريات كبيرة جدا، بخلاف طبعا مباراة السيتي وريال مدريد هنتكلم عليها بعدين. بس كان في مباراة نهائي كأس الكؤوس الأفريقية ما بين الأهلي والزمالك طبعا يعني جريح الأهلي في كرة الصالات الهاندبول الأيام دي، فقال أنا هاخد بطولة. فالاهلي خد ثلاثيه وكان هياخد الرباعيه، ولكن الزمالك كان عنده راي اخر وكسب المباراه النهائيه فرق بونت 26-25 بونت لصالح النادي الاهلي. الف مبروك لنادي الزمالك والجماهيره. وبرضو النهارده الزمالك كرة القدم كان بيلعب النهارده مع اسوان وكسب 1-0، يعني ليله زملكاويه والجماهير الزملكاويه النهارده مبسوطه ونايمه مبسوطه. هنبدأ الفيديو، برضو عندنا أخبار كتير جدا النهاردة. أولا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وعندنا خبر مهم جدا هنتكلم عليه، وهو تدعيمات النادي الأهلي للميركاتو الصيفي. الأهلي داخل على ميركاتو كبير السنة دي، هيعمل تدعيمات كبيرة عن أي سنة فاتت. هتقول لي ليه؟ هقول لك. السنة دي الأهلي هيلعب بخلاف البطولات المحلية، هيلعب دوري أبطال أفريقيا بلس هيلعب السوبر الأفريقي. بطولة السوبر الأفريقي كاف خلاص قرر إن هي هتتلعب السنة دي. فالنادي الأهلي داخل على ميركاتو كبير. في مفاجأة بقى في صفقة موليكا. طبعا لاعب باشكتاش التركي. الأهلي طبعا محتاج اللاعب واتكلم عليه في الصيف اللي فات وفي الشتاء اللي فات، ولكن إدارة بشكتاش كانت بتغالي في الثمن بتاعه، ورجعوا برضو فتحوا المفاوضات تاني في الشتاء، ولكن كانوا عايزين أليو ديانج وعليه مبلغ مالي. إدارة الأهلي رفضت رفض تام، وكانوا عايزين ده قصاد ده. تمام أوكي، عشان طبعا مارسيل كولر المدرب النادي الأهلي حاطط في أولوياته رقم واحد، عايز موليكا، مهاجم أجنبي عايز موليكا. إدارة الأهلي طبعا رفضت بالسعر الكبير، كانوا عايزين 6 مليون يورو أو 6 مليون دولار سوري، بس إدارة الأهلي رفضت، وعايزين آخرهم الأهلي هيدفع 3 ونص 4 بالكتير مليون دولار. فالأهلي السنة دي داخل على ميركاتو صيفي قوي، وهيدعم صفوفه بأكثر من لاعب في مركز الجناح وراس الحربة، وعايز برضو لاعب مدافع. دي أولويات كولر اللي طلبها من كابتن سيد عبد الحفيظ. برضو تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه معروض على النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي يعني بعت لمدير أعماله وطلب اللاعب واستفسر عن سعره. نادي طرابزون سبور التركي اللي بيلعب فيه محمود حسن تريزيجيه دلوقتي طلب 6 مليون دولار. طبعا الاهلي مش هيدفع الرقم ده، رقم كبير، رقم كبير. احنا مش بنقول رقم كبير على تريزيجيه لاعب كبير واضافه لاي فرقه، ولكن رقم كبير ان يدفعوا نادي مصري دلوقتي في لاعب. برضو معلش يعني تريزيجيه مش صغير، يعني لو لاعب صغير ولاعب دولي كبير بيلعب في لاعب مثلا برازيلي، لاعب افريقي قوي، ماشي. انما تريزيجيه اتمناه وكل الاهلاويه يتمنوه ان هو يجي الاهلي، لان هو اصلا صفقه يعني مش هيتحسب عليك لاعب اجنبي، وصفقه انت عارف امكانيات اللاعب. يعني الجناح الايسر كده انت خلاص انت قفلت المركز ده. هيبقى قدامك راس الحربه موليكا، او هيشوفوا مهاجم غيره، ولكن المره دي الاهلي هيدور على المهاجم بعنايه كبيره جدا، خاطر ما يحصلش نفس اللي حصل مع ميكيسوني ومع برونو سافيو. اتمنى ان هو يكون عجبكم.